السلام عليكم. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. هنعمل النهاردة قرص طرية فلاحي، هنعملها لسحور رمضان بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا، من ألذ وأطعم القرص اللي ممكن تعمليها. هنمشي مع بعض خطوة بخطوة، وهقولك على كل تفاصيلها وكل المعلومات عنها اللي هتخليها ما فيهاش غلطة. قرص زي ما الكتاب بيقول، طرية وهشة وخفيفة، وريحتها وطعمها ما يتوصفش. وهقولك ازاي تطلع معاكي بالجمال ده، وازاي تسويها بشكل مظبوط وتطلع معاكي بلون مميز جدا، وتكون ناعمة وهشة وطرية، وازاي كمان تحفظيها لفترة طويلة من غير ما تنشف او تبرول منك. يا ريت لايك ونسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ على طول. معايا 3 كوب من الحليب الدافي، وزنهم 650 جرام، وبستخدمه دافي لأن الجو برد، فبندفيه علشان ينشط الخميرة بسرعة. ولو في الصيف هتستخدميه بدرجة حرارة المطبخ عادي. هضيف عليه نص كوب من السكر، يعني 5 معالق كبار، وزنهم 100 جرام. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة وربع من الخميرة الفورية، 14 جرام. وهنقلب كل المكونات مع بعضها لحد ما ندوب السكر مع الخميرة. وعلشان أنا متأكدة من جودة الخميرة بتاعتي، فهكمل على طول باقي الخطوات. ولو ما كنتيش متأكدة من جودة الخميرة، هتسيبيها 10 دقايق لحد ما تتأكدي إنها متفاعلة وشغالة ونشطة معاكي. وبعد ما اتأكدت إن السكر والخميرة دابوا مع الحليب كويس، هننزل بكيلو من الدقيق الأبيض بمقدار 8 كوب بمج الشاي العادي الموجود في كل بيت. وطبعا تكوني نخلاه من قبلها كويس جدا. أنا مستخدمة دقيق لجميع الأغراض. هنزل عليه بمعلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر 8 جرام، ونص معلقة صغيرة ملح 3 جرام. وهنخلط الملح والبيكنج باودر مع الدقيق في الأول، وبعدين هنقلب في العجينة من تحت. هنستخدم في الأول بالمعلقة أو الاسباتولا لحد ما الدقيق يبدأ يتشرب من الحليب، وبعد كده هنعجن بإيدينا علشان نحس بملمس العجينة. أنا بالنسبة لي حطيت مقدار الحليب كله مرة واحدة، اللي هما 3 كوبايات حليب، لأن نوع الدقيق اللي بستخدمه ما بغيروش، فعارفة مقدار السوائل اللي هيحتاجها ويكون مظبوط. أما لو كنت بتعمليها لأول مرة ومش عارفة نوع الدقيق اللي معاكي هيحتاج سوائل قد ايه، فالأفضل تضيفي 2.5 كوباية في الأول، وتسيبي من نص كوباية لكوباية إلا ربع جنبك. كل ما تحتاج العجينة هتضيفي لها بالتدريج، علشان تكوني متحكمة أكتر في قوام العجينة بتاعتك، لأن أنواع الدقيق بتختلف عن بعضها. في نوع بياخد سوائل كتير، وفي نوع بياخد أقل. وبعد ما عجنت العجينة كويس ولمت وكانت ناعمة بالشكل ده، هنزل عليها بكوباية من السمنة. أنا مستخدمة سمنة بلدي، استخدمي أي نوع سمنة بتحبيه أو متوفر عندك. وهنبدأ نشرب العجينة بالسمنة. هي في الأول كده هتحسي إن العجينة بتقطع ومفرولة ومش بتلم مع بعضها. استمر في العجن لحد ما تتشرب السمنة وتكون عجينة طرية وناعمة معاكي. بالنسبة للسمنة، هي أفضل حاجة تستخدميها للقرص، بتخليها ناعمة وكمان طرية جدا. وممكن تستخدمي كوباية إلا ربع سمنة وربعها زيت، أو تستخدمي سمنة مع زبدة زي ما تحبي. ودي العجينة المظبوطة بتكون ناعمة وطرية، بس مش بتلزق في ايدينا بالشكل ده. وبعد ما بنخلص عجن مش بنستنى أي وقت خالص، لا ترتاح ولا تخمر ولا أي حاجة. احنا كده كده هنريحها ونخمرها بعد التشكيل. طيب هتقوليلي ليه يا أمولة مش بتسيب العجينة تخمر بعد العجن؟ تعالي يا قمر ما أقولك. أي عجينة فيها سمنة كتير زي القرص أو الكحك أو القراقيش، انت لو سبت العجينة تخمر وقت طويل هيدخلها هوا كتير، وتيجي بعد كده تشكليها أو تفرديها، هيكون وشها مش ناعم ويكون مخرشف، وشكلها مش هيكون حلو بعد التسوية. الصح انك بعد ما بتعجنيها وتشكليها وتفرديها بعد كده هتسيبيها تخمر بعد التشكيل مرة واحدة. انا عملت حجم القرصة 60 جرام، وبالحجم اللي انت شايفاه ده. عايزة تكبريها او تصغريها زي ما انت عايزة. انا بكورها واسيب مسافة واسعة بين كل واحدة والتانية، علشان لسه هنفردها فهتاخد مساحة اكبر. ما شاء الله، كيلو الدقيق ده هيعمل لي كمية قرص كبيرة جدا.
ولو حابة تضاعفي المقدار وتعملي 2 كيلو أو 3 أو 4، هي زي ما انت شايفة طريقتها وخطواتها سهلة وسريعة ومختصرة جدا، لا بنخمرها ولا بنريحها، ما بتاخدش وقت خالص. وبعد ما خلصتها تقريص هنبدأ بفرد أول واحدة احنا كورناها، لأنها هتكون ارتاحت وهتتفرد معاكي بكل سهولة. ما شاء الله بتتفرد سهل جدا. ولو حسيتي انها بتلم او بتكش معاكي وانت بتفرديها، سيبيها ترتاح 5 دقايق وبعدين افرديها. عايزاكي تفرديها بسمك وسط، يعني ما تكونش رقيقة او رفيعة قوي، سيبي فيها سمك شوية علشان تكون مرتفعة ويكون لها قلب، وكمان تكون طرية جدا. عايزة اقولك ان الصاج اللي بفرده واخلصه بغطيه بفوطة نضيفة علشان وشها ما ينشفش من الهواء، وعلشان القرص طرية وكمان ارتاحت كويس جدا، فبتتفرد معايا بكل سهولة. مش بتحتاجي لا المردنة ولا نشابة ولا أي حاجة خالص، بفردها بإيديا بسهل جدا. وهكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. وبعد التشكيل هنسيبها تخمر ويتضاعف حجمها. لو في الشتاء هتاخد تخمير حوالي 2 أو 3 ساعات، ولو الجو معتدل وكنت في الصيف هتخمر في حوالي ساعة أو ساعة ونص. يعني مدة تخميرها بيتوقف على حسب درجة حرارة المكان عندك. وبعد ما خمرت وتضاعف حجمها هنبدأ نسويها على طول. تعالي بقى اما اقولك على الطريقة الصح للتسوية بتاعتها واللي هتديكي نتيجة ناجحة جدا. هندخلها الفرن ونكون مسخنينه قبلها ب10 دقايق أو ربع ساعة. هنحطها على الشبكة في نص الفرن على درجة حرارة 200 أو 220. هي بتحب النار العالية علشان تطلع منتفخة وطرية وما تنشفش معاكي خالص. أنا مولعة الفرن من تحت لحد ما تاخد لون من القاعدة بتاعتها، وبعدين هنولع الشواية علشان تحمر وتاخد لون من فوق. ولو فرنك بيولع من تحت وفوق مع بعض هتولع من تحت وكمان الشواية، بس خلي الشواية هادية مش عالية قوي. أهم شيء واللي هيخلي القرص بتاعتك تاخد لون موحد ودرجة لون واحدة هو إنك كل شوية هتلفي وتديري الصاج على كل اتجاه شوية. الخطوة دي هتفرق جدا في التسوية. مدة التسوية من 15 ل 20 دقيقة. أنا بالنسبة لفرني أخدت 20 دقيقة. وأول ما بتخرجيها من الفرن غطيها بفوطة نضيفة حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة لحد ما تهدى من السخونة، وهتكون طرية وزي الملبن. بص كده على القرص الجميلة اللي مفيش جمال يتوصف بعد كده، طرية وهشة، بضغط عليها بترجع تاني بكل سهولة. وبالنسبة للون دهبي مميز جدا، واخدة لون موحد كله درجة واحدة. التزمي بكل تفاصيل التسوية اللي قلتلك عليها وهتطلع معاكي زي دي بالظبط وأجمل كمان. طيب لو غيبتيها شوية في الفرن وطلعت ناشفة معاكي هقولك على الحل ليها. بالبخاخة ورشيها بحاجة بسيطة قوي من المية، وبعدين هتغطيها بفوطة وهتسيبيها 10 دقايق أو ربع ساعة، وهتكون طرية وجميلة جدا. بسم الله ما شاء الله، من أجمل وأطرى وأنجح القرص اللي ممكن تعمليها، بالرغم من إننا عاملينها بالحليب مش عاملينها بلبن رايب. طرية وخفيفة وهشة جدا جدا، وريحتها وطعمها والله العظيم في منتهى الروعة، ناعمة ودايبة اللهم بارك. الطريقة والمقادير مظبوطة جدا، دي طريقتي على طول من سنين وعمري ما بغيرها أبدا. عايزاك تجربيها وهتكون ناجحة معاكي ومش هتنسي طعمها المميز أبدا. اتسحري بيها في رمضان وبألف هنا. ولو عاملة كمية كبيرة بعد ما تبرد حطيها في أكياس واقفلي عليها كويس جدا، أو تحطيها في أطباق من الفل وتغطيها باسترتش راب، وهتدخليها المجمد أو الفريزر. ووقت الاستخدام هتخرجيها قبل الأكل بنص ساعة أو ساعة، هتكون بنفس الطعم والريحة وكمان طرية جدا. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. أتمنى تكون وصفتنا عجبتك. ما تنسيش لايك واشتراك للقناة. دمتم بخير وصحة وحفظ من الرحمن، والسلام عليكم.